النهارده بقى هقول لكم ازاي البوفتيك يكون طري جدا من جوه، ما بيشدش. الكفر بتاعه يكون كريسبي ويكون ماسك فيه. اولا لازم تكون قطعيه اللحمه تكون حلوه. يعني احنا هنقول للجزار عايزين قطعيه لحمه تكون للبوفتيك، وغالبا هتبقى من وش الفخده. اول حاجه بنعملها ان احنا بندق البوفتيك. انا مش عايزاه يكون رفيع جدا، انا عايزه يبقى فيه سمك علشان لما احطه في الزيت ما ينشفش. فده لما بخليه فيه سمك كده، ده بيخليه بعد كده اولا يشرب التتبيله حلو، ثانيا ما ينشفش في الزيت. فانا بدق البوفتيك وبعدين انا بقطعه، مش بحبه تبقى الشريحه كبيره قوي، انا بقطعها صغيره عشان ولادي بيحبوا كده. فبقطع البوفتيك وبدقه وبعدين بعمل له التتبيله بقى هي ايه؟ ميه بصل، وبحط معاها ملح وفلفل، بودره بصل، بابريكا، وشطه. طبعا انتي لو بتحبي توابل معينه زوديها. وبحط كمان 7 بهارات، وبحط بضايه، وبحط معاها شويه خل. البضايه دي لو انتي هتعمليها على طول حطيها، لو هتستني شويه في التتبيله لا، اخري البيضه شويه بس. وبقلبه كويس قوي في البضايه، وبعدين بقى بشيله على جنب شويه حلوين، يعني مثلا نص ساعه او ساعه عشان انا حاطه البيضه. وبعدين بجيب بقى البقسماط بتاعي، بحط عليه بقسماط عادي جدا، بحط عليه باكو فيجيتار، سبايسي او عادي زي ما تحبي. وبعدين بخلي بحط فيه البفتيك وبضغط عليه كده بايديا، وبحط مع البقسماط معلقه نشا، ده بيخليه برضو مقرمش بس. وبضغط عليه كده بايدي علشان اتاكد ان البقسماط مغلف البفتيك كله، مبقاش فيه حته فيه باينه بس. وبعدين بسيبه شويه في التلاجة، تقريبا يعني تلت ساعة نص ساعة. وبعدين بحطه في الزيت. الزيت بقى بيكون ايه؟ مش سخن بيغلي، لا انا عايزة زيت يكون سخن، بس ما يكونش سخن جامد قوي عشان البفتيك يستوي وما يحمرش من بره بسرعة، ياخد وقته في السوا. وما ملاش الطاسة قوي، يعني انا هحط 3 بس. خلي عشان تعرفي تقلبيه وما يفكش منك في الزيت، وما تجيش جنبه خالص غير لما يبدأ يعني ياخد لون من الناحية التانية. طلع تحفة جدا، مقرمش، طري، مع انه ما قعدش في التتبيله كتير، يعني انا سبته ساعه بس واحده تقريبا. فطلع تحفه فظيع بجد، جربوها على الطريقه دي. ولو ليكوا اي تريكات في البوفتيك او البانيه اكتبوا لي في الكومنتات. وبس كده.